يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. طبعا زي ما شفتوا كده في الصورة انا ان شاء الله كده هعمل ايه بسلة ورز. طبعا انا قمت صحيت بدري النهاردة واتشطرت كده ونزلت السوق، جبت 10 كيلو طماطم. انا كنت جايباها لاختي من يومين ب5 جنيه. النهاردة لقيتها كيلو ونص بالستة، قصدي كيلو ونص بالعشرة. فجبت 10 كيلو وقلت اعملها صلصة، الصراحة بتريحني لما بيكون ايه في البيت. كان عندي لحمة ضاني، اديتها غلوتين كده في المية ودلقت ميتها، وحطيت معلقتين سمنة هنا في الحلة هديها تشويحة. انا اللحمة الضاني ما بحبش المية بتاعتها خالص، بحب ادلق اول مية بتاعتها، وحتى لو انا عايزة شوربة بقوم مجددة المية احط لها مية سخنة بقى ايه وابدأ اخليها بقى تستوي في مية غير الاولانية خالص. بحس اللي هي كده خلاص طلعت الريحة بتاعتها. وحطيت هنا بقى ايه معلقة فلفل صغيرة، معلقة من ال7 بهارات ومعلقة بابريكا. ما حطيتش ملح، الملح مش هاحطه دلوقتي، قرب ما تستوي كده عشان ايه اللحمة ما تجرمس معايا. وهديها كده ايه تشويحة لحد ما تاخد اللون ايه البني. هنزل هنا بقرنين فلفل، طبعا انتي لو مش حابة تحطيهم ما تحطهمش، بس انا بحس يعني اللي هي بتديها طعم، يمكن عشان احنا متعودين على الاكل السبايسي. ونزلت هنا ببصلتين مفرومين، هشوحها معاهم لحد ما تاخد اللون البني. التشويحة دي بتفرق في طعم الخضار، سواء هتعملي بامية سواء هتعملي بسلة سبانخ. التشويحة بتاعت اللحمة دي لو انت هتسويها في قلب الخضار اعملي الخطوة دي هتبقى جميلة قوي. وحطيت هنا كام ورقة من اللورة واسيبها تحمر. هضرب بقى الطماطم ديت كده معايا، انا سبتها على النار كده تاخد تتسبك، خدت كام غلوة كده. وهفرمها، طبعا تقدري تفرميها في الخلاط، بس اهم حاجة تكون بردت عشان الخلاط بتاعك ايه ما يبص. هو ميزة البلندر اللي انتي بتفرميها وهي في قلب الحلة، يعني توفر عليكي تعب. ال- الصلصة لما بتكون في الفريزر يعني بتشجعك ان انتي ممكن لو الوقت متأخر وحابة تقومي تعملي أكلة معينة بتسهل معاكي العملية. وكمان يعني في الأيام اللي الطماطم بتبقى غالية فيها يعني توفير، زي ما بيقولوا كده مجنونة يا قوطة. هي عمالة ايه الحاجة بترفع اهي بتعلى في سعرها، فلو انت عندك فريزر هاتي وخزني. هنا انا كنت بوريكم اللحمة قربت اهي تاخد اللون البني. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس. عايزة اقول لكم صفحة الفيسبوك اسمها وصفات لومة، نفس الاسم بتاع اليوتيوب ونفس الصورة. يا ريت كده الكل يدعمني وتتفاعلوا معايا، وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين وعايزين وصفات ايه اعملها لكم. هنزل هنا بقى ايه ب3 كوبايات كده من المية السخنة، يا دوبك هي أنا مش هسويها سوا كامل، يعني تشرب المية دهيت يعني 3/4 سوا كده، تشرب ميتها. واقوم نازلة عليها بالطماطم والخضار بتاعك. الخطوة ديت سواء هتعملي بسلة بامية سبانخ، يعني اعتمد الخطوة دي هتفرق معاكي في الطعم. هنا كده خلاص التسبيكة كانت خلاص خلصت. طبعا بقى أول ما تبرد أقوم شايلاها في أكياس وحطها في الفريزر. هنا كانت اللحمة استوت، حطيت لها بقى معلقة ونص من الملح، كانت استوت 3/4 سوا. هنزل بقى بالطماطم اللي أنا ضربها دهيت، يعني بتاع نص شفشق خلاط كده، برضك على حسب الكمية ايه اللي انت هتعمليها. أنا كنت عاملة كيلو بسلة، طبعا بقى ايه كيلو البسلة بقشرها يعني بتصفصف كده مثلا على كيلو الا ربع ولا حاجة، مع جزرتين. وهو المقدار ده كده حلو بتاع الطماطم بتاعها. هسيبها تاخد غلوة، هي كده كده الطماطم متسبكة. وهنزل عليها بالبسلة ايه والجزر. انا طبعا الخضار لما بجيبه بغسله وبنقعه في مية وخل نص ساعة على الأقل كده. طبعا بقى ايه
كل ما تحتاج مية زوديها مية سخنة أو شوربة براحتك لو انتي سواء ده متاح أو ده متاح. هنا كانت خلاص استوت. كنت أنا هنا غسلت نص البوتاجاز وسبت الناحية اللي فيها حلة البسلة. هعمل بقى الرز بالشعرية. كانت السمنة اللي عندي سايحة خلصت، فطلعت كورة من الزبدة كده، خدت منها حتة. هبقى اسيحها معاكم في كده في فيديو ان شاء الله. الزبدة دي جاية لي من الفلاحين، زبدة حلوة. طبعا بقى زي ما انتوا عارفين، نص مقدار الرز بيكون شعرية. لو هتعملي نص رز يبقى الربع شعرية، هتعملي كوباية رز يبقى نص كوباية شعرية. بتفرق في الشكل، كأنه زي ما يكون حباية وحباية. طبعا بقى ايدينا في الشعرية عشان خاطر ما تاخدش جنب لون وجنب لون. نفضل كده نقلبها على طول، ما نسهاش عليها يعني. يا ريت نصلي على النبي في التعليقات، ويا ريت كده بقى تدوسوا على اللايك. عايزاكم كده تدعموني. هنشوحها حلو. أكلة النهاردة بسيطة ما خدتش وقت خالص. هنا حطيت معلقة ونص من الملح. انا بدأت بعمايل البسلة والرز دوت قلت قرب الغدا كده اسويه يعني. هنزل بقى بالمية السخنة زي ما قلت لكم، الرز يتسقي بمية سخنة. نغطيه كده يعني بمقام عقلة صابع. طبعا احنا مش هنحط صباعنا بالويم كده، بنبقى عارفين. بس كده. اول بقى ما يتشرب نوطي عليه. وكده اكلتنا خلصت والحمد لله. زي ما انتوا كده شايفين، البسلة كانت طالعة مسكرة واللحمة دايبة فيها مستوية. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، وأشوف وشكوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.